يلعب محمد كريم وبطاقة صفراء. بطاقة صفراء لمحمد كريم. واضح في ضرب من محمد كريم. اذا ضربة حرة مباشرة للهلال، و6 دقائق من زمن شوط المباراة الاول. الثاني والهلال 1 الشرطة لا شيء. ايضا يعني الهلال دائما بيسعى لحسم بطولة المجموعة. مباراة اليوم مهمة، 3 نقاط مهمة في مباراة امام الشارقة قادمة للهلال. محمد كريم بطاقة صفراء. ضربة حرة مباشرة للدوخي. يعني لا يزال الشارقة قبل مباراة اليوم يتصدر بفارق هدف، في حين يتساوى بالنقاط 4 نقاط للشارقة و4 نقاط للهلال، لكن الاهداف له 2 الشارقة وليس في مرمى اي هدف، في حين الهلال له 2 وعليه 1. مرة امامية بينية لباسم لخارج الملعب، رمية جانبية. واضح هذا باسم حمد. واضح يعني اللياقة البدنية لأي فريق لابد أن تكون لياقة يعني المطلوبة في التوازن، سواء الشوط الأول أو الثاني. تتمرر الغامدي، أرضية بينية جميلة، الحوطي بيسددها. الصويلح في راية وتسلل. في راية وتسلل. هذا تراوري على الأرض، وفي لاعب عراقي أيضا على الأرض. شوف التسديدة، سدد وبيتابع، لكن سليم صمال. 8 دقائق. الهلال هدف. الهلال هدف. تتمرر بينية، محاولة أيضا. 1-2 إلى جهة اليسار منقولة للأمام لتراوري، وتراوري بيحاول يمر. تراوري بيصلح تراوري بيحاول يمر. لعبة عرضية وطويلة ومتابعة من الدفاع، ولكن هذه عرضية خطيرة تتخلص من الدفاع الشرطة العراقي. منقولة تيسير محمد على جهة اليمين، محاولة للشرطة العراقي مدفوعة بندر الطاري لتراوري، وتراوري بيحاول يمر معاه صمال معاه بيتابع تراوري، وخطأ لصالح تراوري. خطأ لصالح تراوري من كرة ملعوبة للهلال. هذا صمال مجبل بيتابع معاه وفي ضرب وخطأ لصالح الهلال. خطأ لصالح تراوري. إذا ضربة حرة مباشرة للهلال. 9 دقائق من شوط المباراة الثاني. هدف وحيد في الدقيقة 30 لتراوري. والجمهور الهلالي يريد أهداف أكثر ليطمئن أكثر. الدوخي بيلعبها الدوخي، وضربة رأسية تتخلص أيضا من خط الدفاع. صمال للدوخي، ترجع للدوخي بيعليها عالية وأمامية، وضربة رأسية تتخلص لتراوري، ومحاولة بيسقط على أرض تراوري أيضا. يعني الشريدة بيحصل كرة، بيتابعها الشريدة، بيلعبها الخسران بيحاول يمر، بيلعبها أمامية مقطوعة من الخسران، ولكن خطأ لصالح عبد العزيز. خطأ للهلال على الدائرة، ملعوبة للمطيري. بيمررها أرضية للخسران، للمطيري للخلف الشريدة بيلعبها أمامية 1-2، وفي أيضا ابعاد، لكن طيري بيمر على جهة اليسار لسويلح. بيحاول يمر بيسقط على الارض، بيتابع معاه. لابد ان يكون في السويلح بيحاول يمر، بيلعبها بينية 1-2 للسويلح. احمد بيحاول جاري، واحمد بيحاول بيسدد، لكن معاه بيرسل امامه لاعب كبير. صمال مجبل لاعب كبير الحقيقة، لاعب صلب في خط دفاع الشرطة العراقي. خليل 1-2 لعمر الغامدي لخليل. احمد خليل بنقولها امامية على جهة اليمين، وبيسقط على الارض ايضا احمد، لكن بيتابع احمد حسين. متابعة طبعا الجمهور الهلالي. سامي في حركات احماء. سامي الجابر
وشايف ايضا عبد الله الجمعان، اثنين من لاعبي الهلال في حركات الاحماء. الدقيقة 11 من زمن شوط المباراة الثاني، والهلال هدف غير مطمئن. اذا بيغير الان الشرطة العراقي. خرج هيثم، لا محمد ثاني خرج ولعب مكانه عقيل جبر مكان محمد ثاني. عقيل جبر مكان محمد ثاني. عقيل جبر واضح فيه، يعني عقيل جبر رقم 24، ولكن في قبل رقم 22 طالب زبون. هذا حارس مرمى احتياط. تتمرر بينية لخليل الى بندر مطيري، امامية على جهة اليسار. 1-2 لبندر لصالح، لبندر المطيري لصالح على جهة اليسار، محاولة وبيحاول يمر وبيسقط على الارض صالح، ولكن ضربة مرمى. الهلاليين يبحثون عن الهدف الثاني، والجمهور الهلالي اللي بيتابع هذه المباراة عبر شاشتنا الفضية بيبحث عن هدف ثاني وثالث. فراس علي لاعب الحقيقة في الوسط، لاعب ديناميكي في خط الوسط الشرطة العراقي، بيتنقل في مهمتين الهجومية والدفاعية. تتمرر بينية الى ضربة رأسية للشهيدة لحسن العتيبي. 13 دقيقة، هذا سامي في حركات الإحماء. وانتو لأحمد الدوخي. أحمد بيلعب على جهة اليمين، محاولة أمامية للدوخي، طالع الدوخي، هذه طلعات الدوخي، بيلعبها عرضية وتمر وتتخلص من الدفاع 3 قمصان زرقاء، ولكن انقاذ من خط الدفاع أحمد حسين. مقطوعة في الوسط، عمر الغامدي، عمر بيتابع، بيلعبها بينية للدوخي، وفي لاعب عراقي على الأرض، إيقاف للكرة ومتابعة أيضا من حكم المباراة. وطبعا يعني المشكلة ليست الآن، واضح انه 14 دقيقة الهلال يتقدم بهدف، ولكن لا تزال هناك نصف ساعة تقريبا من زمن المباراة، وفيها قد يتغير الكثير وقد تسجل الكثير من الأهداف. والعنيزي خارج التشكيلة، لكن يغيب ايضا بعض اللاعبين بداعي لسبع كما ذكرنا، بعض منهم الداعية السيسي كله. تتمرر على جهة اليسار، 1-2 المطيري على اقصى اليسار للحوطي، عالية وامامية وتتخلص، وضربة راسية اليمين الى الشايع، بيهديها الشايع، بيحاول يمر مع 3 لاعبين الى خارج الملعب. رمية جانبية، رمية جانبية. الدوخي اليمين للغامدي، تتخلص، متابعة من خليل، الخسران بيقطعها وخارج الملعب. رمية جانبية للشرطة العراقي. عقيل جبر، محمد كريم لباسم حمد، للخلف بالكعب للخطران، خطأ للخطران على تيسير محمد. خليل بيلعب على الشريدة،
16 دقيقة. الهدف الثاني مطلوب للهلال. تتمرر بينية لتراوري الى الغامدي، تتصلح بينية لمين؟ لعمار. عمار عباس. الله يا تراوري، الله يا تراوري، فرصة ثمينة لتراوري. شوف 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 شوف، اخطى المدافع ومرر كرة لتراوري، وتراوري بدل ان يسدد في المرمى سددها على يمين المرمى. عادت حليمة لعادتها القديمة. شوف، سجل هدف ولا اجمل في الشوط الاول من منتصف الملعب. قلنا حلو جميل يا تراوري، لكن هذه الفرصة غريبة وعجيبة لتراوري على يمين المرمى، وكادت ان تريح كل الجمهور الهلالي. بينية عرضية تتصلح الى جهة اليمين. 1-2. ال1-2 قد يتعب الهلاليين في الدقائق المتبقية. امامية على اقصى اليسار لجهة اليمين الشرطة العراقي، وعرضية وخارج الملعب الى ضربة زاوية. ضربة زاوية. 17 دقيقة. بدأ الآن يعني حتى يعني أنا واضح أنه حتى الجمهور الهلالي وهو يتابع هذا اللقاء واضح أنه بدأ الشد، بدأت الآن الدقائق تمر، بدأ يضغط الفريق الشرطة العراقي في محاولة، الهدف يجي في لحظة، في خطأ، في ثانية. لابد من تسجيل الهدف الثاني. تتمرر أحمد حسين 1-2 إلى جبر عقيل جبر بيلعبها عرضية وخطيرة وتتصلح وخطيرة خطيرة 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 وتتسدد في المرمى وسليمة إلى ضربة مرمى. ضربة مرمى، ضربة مرمى. خطرين. هذا باسم حمد. باسم حمد. شوف 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 الخطورة، خطورة الكرة ملعوبة وسحب للمدافع ولعبها، وتيسير محمد يبغى يجيبها بالكعب ولكن بتمر سليمة من امام عمار عباس الى ضربة مرمى. الى ضربة مرمى. في تبديل الشرطة العراقي. اذا رسول مهلهل بدل باسم حمد. الى الرمية جانبية. الدوخي الى خارج الملعب. لا، في خطأ لأحمد الصويلح. في خطأ لأحمد الصويلح. شوف الكرة الملعوبة بينية ولكن متابعة وخارج الملعب. في خطأ لصالح الهلال. أحمد الدوخي، وهذا أحمد الصويلح بيتابع، والجنب جميل لأحمد الصويلح، وضربات الرأس جميلة أيضا لأحمد الصويلح. تحرك الدوخي بقطاع المدافع، فريد غضبان بالرأس إلى خارج الملعب. رمية جانبية. الدوخي في تبديل. عبد الله الجمعان مكان أحمد الصويلح. الجمعان مكان أحمد الصويلح بعد غيبة. عبد الله الجمعان يعود لمكان أحمد الصويلح. إذا عبد الله الجمعان. تركي الشارع ملعوبة بينية أيضا. تركي الشارع بيقطعها عبد الله الجمعان بموه، تتمرر إلى جهة اليسار لكن مقطوعة من تيسير محمد. تيسير للخلف، يلعبها في الوسط. الخسران معاه بيتقدم بيرجعها للخلف. مرتدة قد تكون خطيرة. عمار عباس وبيتابع معها الدوخي، وعمار عباس بيهديها. عمار بيهديها وبيلعبها يمين. عمار بيلعبها أمامية خطيرة لكن في تسلل. 20 دقيقة و25 دقيقة والشرطة العراقي خطير. الشرطة العراقي ليس فريق سهل، عندما ينقل كرة ينقلها بإتقان. تتمرر بينية إلى الحوطي. بدأت الصيحات الآن. هذا عبد الله الجمعان
بدأت صيحات الجماهير الهلالية، يا هلال يا هلال يا هلال. تتمرر بينية شوف يعني واضح من خلال أيضا هذا اللقاء ومن خلال الدقائق المتبقية أنه ستكون 24 دقيقة، ستكون دقائق مثيرة أكثر إثارة. في لاعب على الأرض عراقي، سلامات تيسير محمد، هذا تيسير محمد على ما يبدو، حسين العلي وعبد الله سليمان. حركات الإحماء، حركات الإحماء. في لاعب عراقي على الأرض، سلامات. والله في أشياء وأشياء في استاد الملك فهد الدولي، يعني أشياء جميلة جدا وكتابات متواصلة. وهذا احتياط فريق الشرطة العراقي، احتياط فريق الشرطة العراقي. طبعا عمار محمود وجاسم هادي وطالب زبون ونواف لافي ونايف لافي ومهند علي. تتمرر بينية في حين احتياط ايضا فريق الهلال، ولكن سعد الدوسري، محمد النزهان، سلطان بردال، سعد المفرج، عبد الله سليمان، حسين العلي، سامي الجابر، عبد الله الدوسري. خطأ الدوخي، بنقولها امامية. الدوخي بيتابع عبد الله الجمعان، محمد كريم بيقطعها، محمد بيلعبها بينية لعقيل جبر، بيعدي عقيل، بيحاول يمر معاه، بيتابع، بيقطعها الخسران، بيلعبها للدوخي، الدوخي لعبد الله الجمعان، الجمعان بيمررها الى خارج الملعب. رمية جانبية، رمية جانبية للدوخي، لعمر الغامدي، للدوخي. تتمرر امامية الى جاسم، الى خارج الملعب، بروح رياضية عالية من لاعب كبير الحقيقة على الارض واقع. يعني فعلا في لاعب هلالي عمر الغامدي، والله الغامدي يبغاله شوي اكل وشوي حديد، يعني مش زيادة في الوزن ولكن يبغاله حديد اكثر. الصلابة مطلوبة، واضح انه يعني مش الغامدي لوحده، اكثر من لاعب هلالي عندما يتعرض للتصادم لابد ان يكون اكثر قوة واكثر صلابة. شوف هل كانت ضربة؟ والله ما واضحة. عموما نشوفها ثاني، نشوف. عموما الغامدي قام سليم، سلامات عمر، سلامات الغامدي. تتنفذ الى محمد كريم، محمد بيلعبها امامية الى المنتصف، والخطران الى خارج الملعب. 24 دقيقة من زمن شوط المباراة الاول، 1 الهلال لا شيء الشرطة العراقي. والازرق لا يزال بحاجة الى هدف اخر، والمحافظة على الهدف مطلوب، لكن صعب ان تحافظ على هدف لانه الهدف ربما يسجل في اي لحظة، هدف التعادل، وهذا ما نخشاه ولا نود ان يكون. يعني ما في شك ان اليوم كلنا مع الهلال، مع هلال الوطن، مع فريق يمثل الكرة السعودية. رمية جانبية الى عبد الله الجمعان، عبد الله وانتو، محاولة ايضا لخارج الملعب. رمية جانبية، رمية جانبية. تتنفذ الرمية الجانبية. 1-2 للخلف، بيهديها فريد غضبان، يلعبها امامية فريد لمين، ضربة راسية تتخلص ايضا بشمالها خليل عالية، وعبد الله تراوري، كين تراوري للخلف. عمر الغامدي لبندر، بندر المطيري بيتقدم، بيرسل كرة امامية، كريم بيلعبها بالراس لتراوري. 1-2 الجمعان لتراوري، وضربة راسية ايضا اخرى، والجمعان بيحاول لكن
بيقطعها لاعب الوسط، تتمرر في الوسط على جهة اليسار، محاولة دوخي بيتابع وراه، بيتابع مع جبر. عقيل بيتابع، ولكن ايضا بيقطعها الغامدي، بيلعبها بينية ضيقة يا غامدي. والله شوف يعني الكرات البينية اللي ملعوبة بضمان هي الافضل، تتمرر مقطوعة للدائرة، تتمرر امامية. بندر المطيري بيقطعها، بندر بيهديها بيلعبها للحوطي، الحوطي بيحاول يموه وبيسقط الحوطي وما فيها شيء، بيلعبها امامية والى جهة اليسار لتراوري، عرضية ومقطوعة بالراس الى خارج الملعب، لكن متابعة ايضا. الفريق العراقي بيهاجم وصالح الحوطي على الارض يوقف حكم المباراة الكرة. هذا صالح الحوطي. يعني بالفعل يعني كنا نتحدث قبل قليل عن العضلات وتنمية العضلات والحديد والتمارين والصلابة، وأيضا كيفية السقوط، كيفية الارتكاء أو الاتكاء للاعب المقابل. هذه كلها طبعا واضح. شوف يعني واضح في ليس يعني هناك ربما، لكن نحتاج إلى أكثر صلابة، نحتاج إلى أن يكون اللاعب يدرب على أكثر صلابة أو طريقة أو كيفية قطع الكرة بطريقة تكون أفضل. لا هذا ما يحتاج، الجمعان ما يحتاج إلى أكثر صلابة. يعني الجمعان واضح أنه لا يسقط إلا بشكل يعني متعمد. تتمرر بينية إلى جهة اليسار 1-2 لعقيل جبر هو لهيثم جاسم 1-2 منقولة جهة اليسار، فراس علي لكريم إلى بيعدي عقيل جبر وبيلعبها عرضية وبالراس مقطوعة من بندر المطيري على جهة اليسار. خطير عقيل، حرك الجهة اليسرى عقيل، بيلعبها لمين؟ للخلف، بيمررها للخلف لفراس، بيلعبها بينية. خطير الشرطة خاطرين، بيحاول يمر والكرة حائرة في الوسط وتتخلص وبينية وملعوبة وتتخلص وبيرتمي عليها حسن العتيبي في الوقت المناسب بيرتمي عليها حسن عتيبي أمامية بالراس مقطوعة 1-2. شريدة بيخلصها شريدة لتراوري المتراجع إلى صالح أمامية وعلى جهة اليسار بيخلصها أيضا أحمد حسين إلى خارج الملعب، رمية جانبية. هذا أحمد حسين متوسط قلب الدفاع، صلابة، مراقبة بشكل جيد. رمية جانبية رمية جانبية 29 دقيقة من زمن شوط المباراة الثاني. والهلال 1، الشرطة العراقي لا شيء. وصل عبد الله بيلعبها على مين؟ عبد الله بيحاول لكن مقطوعة ملعوبة لناحية اليمين، جات على يمين الجمعان، جات على يمين، لو جات على شمالك كلام ثاني. تتمرر بينية 1-2 إلى 1-2 للوسط العراقي، فراس علي لمحمد ثاني، محمد ثاني غير عقيل جبر في تسلل في لاعب متسلل من ناحية اليمين اللي هو تيسير محمد. بندر المطيري بينفذ شوف واضح في راية ومتسلل. إذن ضربة حرة غير مباشرة للهلال. تبديل محمد كريم خرج، لاعب نايف لافي 28 نايف لافي. محاولة الخطران ترجعها للخلف، الخطران خاطئة من الحوطي، مرة في الوسط منقولة للشرطة العراقي لتيسير محمد. الدقائق تمر، يجب أن يحضر فريق الهلال الكرات المرتدة السريعة، يجب أن يكون هناك كثافة عددية خاصة في بين متوسطي قلب دفاع الهلال. في اثنين الآن بيتحركوا بشكل سريع، رسول مهلهل وعمار عباس، ومرتدة للهلال
ايه يا تراوري، ليه يا تراوري؟ فرصة ثمينة ايضا للهلال، بيسدد بتعتني العارضة. شوف بينطلق تراوري، بينطلق بشمالها، بيلعبها من داخل 18، بتعتني العارضة الى ضربة مرمى. ضربة مرمى. وانتو الى نايف لافي للخلف لمحمد كريم الى غضبان. والله غضبان على محمد كريم لانه بالفعل يعني رجع لك كرة كانت خطيرة لو كانت بشكل اخر. تتمرر امامية بينية لعبد الله الشريدة. عبد الله بيتابع، اذا هدف الهلال السعودي لا شيء. الشرطة العراقي خارج الملعب، رمية جانبية. رمية جانبية احمد الدوخي. تتمرر تركي الى الدوخي. الدوخي بيلعبها بينية لتركي. وانتو لعمر الغامدي للخلف الى عبد الله الشريدة. منقولها امامية ولكن في راية. وهذا عبد الله الجمعان اللاعب اللي غير مكان احمد السويلة، بيتحرك في يعني مع تراوري. وانتو بيمر عقيل جبر، بيتابع معاه الغامدي، بيقطعها، بيلعبها للخلف الحوطي الى بندر المطيري. بندر المطيري امامية لكن متابعة من غضبان بياتيها الغضبان. لعبها لاحمد حسين، بيقطعها تراوري الى الجمعان. خطأ لصالح الهلال. خطأ لصالح الهلال. وعلى ما يبدو البرقان، سلطان البرقان. سلطان البرقان مكان مين سلطان؟ تتمرر الخطران، بيلعبها على جهة اليمين. الدوخي خبرة وتجربة. الدوخي تتمرر، احمد بينطلق على الجناح الايمن، يلعبها امامية مقطوعة من الغضبان، ومحاولة تراوري ويسقط على الارض ولكن الى خارج الملعب. ضربة زاوية. ضربة مرمى. شوف هل فيها شيء؟ شوف الاولى قلنا يمكن ولا يمكن، هذه والله اترك الحكم للكابتن نجيب الامام والكابتن ماجد عبد الله مع زميلي بسال الجوز في الاستوديو التحليلي. وهناك برنامج ايضا متخصص في برنامج الصافرة. تتمرر بينية، ضربة رأسية الى الدوخي. امامية وانتو البرقان مكان الخطران. وانتو الى جهة اليمين لتراوري. تراوري بيهديها، بيحاول يمر، بيسدد. الله يا تراوري، الله حلوة كرة لافة بشكل جميل، ولاعب كرة بقوة ولكن تعتلي العارضة. الحلوة حلوة يا تراوري، حلوة يا تراوري. شوف بتعتلي العارضة. امامية، ضربة رأسية. وانتو يا جماعة البندر المطيري بيواجه ضغط من ناحية اليمين. تيسير محمد ومحاولة لاستثمار تقدم بندر المطيري. خمسة 30 دقيقة، 10 دقائق متبقية من زمن شوط المباراة. 10 دقائق متبقية من زمن شوط المباراة الثاني. الهلال 1
الشرطة العراقي لا شيء. كرة في الوسط منقولة لرسول مهلهل. بينية محمد كريم. محمد لهيثم جاسم بينقولها أمامية، بيتركها الشريدة لحسن العتيبي. هذا عباس عمار عباس لاعب هداف الفريق وخطير في نفس الوقت. عباس 1-2. إذا واضح يعني لقطة لرئيس نادي الهلال صاحب سمو الملك الأمير عبد الله بن مساعد يتابع ويبحث عن ثمرة هذا الموسم، بطولة آسيوية أو عربية أو غالية محلية، كأس دوري خادم الحرمين الشريفين. والله الجميع يعني جمهور الهلال ورئيس نادي الهلال وكل الهلاليين يبحثون عن 3 بطولات. محمد كريم إلى عقيل جبر 1-2 إلى عمر الغامدي. عمر ناحية اليمين لأحمد الدوخي، تتمرر بينية إلى خارج الملعب. رمية جانبية، رمية جانبية. تتمرر عمر الغامدي 1-2. يعني واضح حتى بداية يعني قبل بداية المباراة واضح انه حتى لاعبي الشرطة العراقي يعني كان فيهم شد، لان بعض لاعبي الشرطة العراقي يعني ما يتوقع المباراة قالوا الهلال صعب يعني واضح يعني فريق يعني دائما يعني منبع لا يجف من النجوم، دائما متواجد في روح في احساس بالمسؤولية لدى لاعبيه. تتمرر بينية 1-2 في الوسط. الشرطة العراقي منقولة على جهة اليسار إلى محمد كريم. محمد كريم بيأديها، بيلعبها محمد كريم، واللي تتمرر اليمين لنايف لافي. نايف لافي برجعها للخلف إلى صمال مجبل بيهاجم على جهة اليمين، برجعها بالكعب جميلة للافي. لافي بيعليها أمامية وخليل للبرقان. البرقان بيلعبها عبد الله جمعان برقان تراوري بينفرد وبيتقدم تراوري وبيتابع معاه المدافع غضبان الى خارج الملعب. ضربة زاوية. والله من كثر ما انتقدت تراوري اتمنى ان لا اقابل تراوري لانه بالفعل بيكون زعلان علي، لكن واضح احنا كمعلقين ننتقد الكرة فقط، مستوى الفني، اداء اللاعب نشيد فيه بالهدف الاول، ضاع كثير من الفرص نشيد ذا ايضا، لكن في سعد الدوسري واضح في تبديل. سعد الدوسري يلعبها امامية وانقاذ ايضا من علي، ترجع للخلف، بيتابع البرقان، بندر معاه بيضغط على عمار، بيشيلها امامية خليل بيعليها بيأديها ايضا بالحوطي. وين الحوطي؟ خارج الملعب الى ضربة مرمى. لعبها الحوطي. يلا عبد الله تعال خارج الملعب. والله يلا عبد الله تتمرر. هذا تركي الشايع، تركي اللي لعبها بينية. ضربة راسية. تراوري بيحاول يمر تراوري والى خارج الملعب ضربة مرمى. واضح يعني الحقيقة دائما نحن نتحدث عن يعني أداء ربما تكون الدقائق المتبقية 5 دقائق. سعد الدوسري بيغير مكان صالح الحوطي.
مدرب التغيير الثالث هلال يونس علي، هذا سعد الدوسري. الهلال مليان يا جماعة، الهلال فيه لاعبين، في الاحتياط واضح. يعني العجلاني لا يعاني من نقص اللاعبين، ولكن ربما بعض اللاعبين يعانون من التركيز امام المرمى. ضربة راسية البرقان، سعد الدوسري بيقول على جهة اليسار الى تركي الشايع، يمرر بعبد الله الجمعان، بينطلق غضبان معاه فريد غضبان، فريد يلعبها فريد الى خارج الملعب في الجمعان، رمية جانبية. اذا الحوطي مع احتياط الفريق، والله كل الاحتياط ضدهم يلعبون، يعني واضح ان عندما اكون احتياط اتعذب بالفعل حتى اشارك في المباراة. لكن هذه كرة القدم، فيه الافضل، فيه الاجدر، في من ينفذ يعني تكتيك المدرب او من يحتاجه المدرب في هذه المباراة. بندر مطيري للخلف، بينيا لفريد، بيهديها بيلعبها لصمال مجبر، 1-2 لتيسير محمد. يا ساتر تيسير محمد للخلف الى جاسم خطيرة يا جاسم على جهة اليمين، ملعوبة للامام، خلص سعد، بيلعبها سعد لمين، مقطوعة من سعد، بيلعبها